السلام عليكم، صباح الخير البنات. نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس. انا الحمد لله. جيتكم اليوم فيديو تحليل باناكوتا اللي مولا دوك تاع 26 الف راهم دايرين حاله، درت بهم حتى وليد. نروح نشوفوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. مقادير هاد التحليه واش فيها: عندي كاس كريمه سائله، كاس حليب، عندي عطر فاني، عندي 5 مغارف كبار سكر، عندي 2 مغارف جيلاتين و8 مغارف ماء. كل مغرف جيلاتين يقابلوها 2 مغارف ماء. هادو هما اللي راكم تشوفوا فيهم دايرين حاله هاد الايام. اول حاجه واش راح ندير، راح نحضر ماس جيلاتين. قلنا 2 مغارف تاع جيلاتين يقابلوها 8 مغارف تاع الماء. نخلطهم مليح ونحطهم بجهه. من جهه اخرى حنجيب كاسرونه حنحط فيها الحليب، الكريمه، عطر الفاني، السكر، غرون تاع الفاني، نخلط مع بعضهم، نخلطهم هكا مليح بفوي، نحطهم فوق النار يغليو. هنا بعد ما بدات تغلي معايا الكريمه راح ندير لها مغرف تاع ماس جيلاتين، مغرف كبيره، نخلط مليح حتى تذوب معايا هذيك الجيلاتين. هنا بعد ما غلات كما راكم تلاحظوا راح نطفي عليها النار وراح نصبها في الكؤوس. لازم نصفيو هذا الخليط البنات لانه تقعد فيه الحبيبات هذيك تاع الجيلاتين. نصفيو ونحطوه هكا في المول. وانا راح نقفل عليهم مليح وراح ندخلهم للثلاجه، راح نخليهم مده 3 ساعات. من جهه اخرى هنا حنحضروا السيرو هذاك تاع عطر الشوينغوم. واش عندي كاس سكر، نصف كاس ماء، القليل من عطر الشوينغوم. هنخلطهم مليح هكا ونحطهم فوق النار. كي يبدا يغلي نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه. هنا بعد ما طاب السيرو تاعي هذا هو القوام تاعو، وكل ما يبرد يزيد يخفى. حنخليه بجهه يبرد. هنا بعد ما جبت التحليه تاعي من الثلاجه كما راكم تشوفوا انا ديموليت وحده، نحطها بهذه الطريقه، نحي هذاك البوشون اللي جاي لتحت ونخبط فرد مره تهبط معايا التحليه. يعني ساهلين وعمليين بزاف. هنا برد، مع بعد ما برد معايا هذاك السيرو راح نصبه فوق التحليه تاعي. صدقوني المذاق تاعو روعه. هذا تاع عطر الشوينغوم بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. وانا زينتها بهذه الطريقه، زينتها بهذه الحلوه. وهنا التحليه تاعي بعد ما قدمتها يعني صدقوني جات روعه، والمذاق تاعها هايل. عطر الشوينغوم هذاك عطاها كو هايل. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم. ما تنساوش تدعموني بجام، خلوا لي تعليق، بارطاجيو القناه. وابقى لي غير نقول لكم البنات تبقاو على خير، في امان الله وحفظ غاليتي. السلام.